كريم يا ذا القوة المتين، يا واسع العطاء ويا دافع البلاء. اللهم ارزقنا الكرم إذا أعطينا، واملأ قلوبنا بالتواضع والإخلاص بعد العطاء، وافتح لنا أبواب الخير، واكتب لنا التيسير في كل أمر. اللهم اكفنا بما شئت وكيف شئت، واجعلنا يا مولانا من المحسنين. وصل اللهم وسلم وبارك على من فاض عطاؤه على أمته في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم إنا نسألك فضلك ورحمتك فإنه لا يملك إلا أنت. ازيكم حبايبي إخواتي وبناتي الغاليين؟ يا رب دايما تكونوا في أحسن حال. النهاردة إن شاء الله يوم خاص بقى بالجماعة أصحاب المزاج العالي والكيفة بتوع القهوة والنسكافيه والكافي ميكس والحاجات دي. هنعمل النهاردة أجمل وأحلى بودر كافي ميكس في البيت، خرافي. الكافي ميكس هناك يعني اللي بيتباع 3 في 1، احنا هنعمله 5 في 1. جمال بقى ويعني ريحة ومزاج وطعامة أجمل من بره مليون مرة وأوفر كتير. تعال نشوف المكونات بتاعتنا اللي هنشتغل بيها. هنا معانا حاجات اساسي وحاجات ممكن تستغني عنها. ده كافي ميت، دي عبوه كانت عندي انا اشتريت فيها كافي ميت سايب بس ماركه نظيفه جدا. ربع كيلو حطيته فيها. كافي ميت ده انت حابه تحطيه حطيه، مش حابه تحطيه براحتك. طبعا السكر البودر، النسكافيه، لبن بودر، الكريم شانتيه الخام او الكريم اللباني زي ما انت عايز. هنا انا بقولك ان الكافي ميت ممكن تستغني عنه وممكن تحطيه. الكافي ميت براحتك، لان هنا الكريمه اللباني او الكريم شانتيه بيغني عنه، بس الكافي ميت بيديله غناوه، بيديله طعم القشطه كده، فظيع بصراحه. انا عن نفسي ما بحبش بالنسبه للكريمه الخام، انا مش بحبها. يعني انا عن نفسي مش بحبها، انا احب الكريمه اللباني اكتر منها في طعم الكافي ميكس. بيديله طعم غني قوي وطعم كده ريقه زي القشطه وهو بيتبلع، فظيع فظيع فظيع. هنا النسكافيه بتاعنا انا جايباه سايب، الكيلو ب1000، انا جايبه 60 جرام ب60 جنيه. تعالوا نبدأ بقى في المقادير بتاعتنا. ده فنجان أو مج صغير اللي هو ال50، هنستعمله في حجم المقدار. هنا مثلا أنا هحط فيه أهو، أخد 50 جرام، يعني ملو أخد 50 جرام، دول 10 جرام بس اللي أنا فوضتهم. هو أخد 50 جرام نسكافيه أهو زي ما انتم شايفين كده. ملو المج الصغير اللي بتاع القهوه ده 50 جرام، دي كوبايه من الصغيرين احنا ممكن نشرب فيها قهوه، ممكن نشرب فيها نسكافيه، زي ما انت عايزه. ملوها 50 جرام نسكافيه، لان طبعا النسكافيه انتوا عارفين ان هو هايش وخفيف، فملو المج 50 جرام، لكن في الحاجات التانية مش هيبقى 50. خليكم معايا واحده واحده. هنا حطينا النسكافيه بتاعنا في قلب البوله، وباي حاجه، بكعب كوبايه، بهراسه زي ما انا بعمل كده، باي حاجه لها كعب معاكي وطحنيه. احنا كده كده هنديله لفه في الكب، بس انا بنعمه زي ما انتم شايفين كده للي ما عندهوش كبه او ما عندهوش مطحنه سكر، ان مثلا نديها لفه. فانت امسكي النسكافيه، اهم حاجه هو النسكافيه، امسكيه نعميه بكعب كوبايه لحد ما يبقى معاك زي البودر. انا ما خليتوش زي البودر لان انا هديله لفه في الكبه عندي، لكن انا علشان بتكلم مع الناس اللي ما عندهمش كبه او ما عندهمش مطحنه سكر، فانتي اعمليه بكعب كوبايه لحد ما يبقى معاكي زي البودر، مش تحتاجي تحطيه لا في كبه ولا مطحنه سكر. هنبدا هنا في الكافي ميت، هنحط نفس المج اللي انا هستعمله في كل المقادير دي، في كل الحاجات دي نفس المقدار واحد، بس بيختلف من ميزان لميزان. يعني الكافي ميت ميزان وغير ميزان النسكافيه، غير ميزان السكر، غير ميزان اللبن البودر. فانتوا خليكم معايا بس كده. هنا الكافي ميت 75 جرام، هنا قلنا النسكافيه 50، الكافي ميت 75 جرام. السكر ملو هيبقى 100 جرام لان السكر تقيل. هنا السكر 100 جرام، هنا السكر معاكي 100 جرام على الكميه دي، بيديكي بقى الطعم المظبوط قوي. انت عايزه تخففي شيلي معلقه لو عايزه سكر خفيف، عايزه سكر اعلى انت ممكن تحلي بعد ما تعملي كوبايتك. لكن ده ال 100 جرام بيبقى السكر اللي هو مظبوط، مايل للقليل، مش مايل للزياده، لا مظبوط مايل للقليل. هنا دوت ده الكريمه اللباني. انا شلت الكريمه الخام لان بتبقى دسمه وتقيله قوي، لكن الكريمه اللباني بصراحه احلى كتير واخف كتير واطعم في الطعم، وريقه كده وانت بتبلعيه كانه سبحان الله كانه قشطه، يعني بجد بيديله طعم فظيع.
هنا بقى اللبن البودر، احنا قلنا هنا الكريمة اللباني كانت 75 جرام، هنا اللبن البودر هيبقى 100 جرام. 100 جرام يا جماعة لبن بودر اهو. بصوا انا بحاول ان انا اعرم الكوباية عشان اديها المج الصغير ده عشان اخليه 100 جرام. انا كل حاجة وانا بعايرها كنت بوزنها عشان اقول لكم على المعيار بالميزان وانا شغالة اهو. يبقى هنا قلنا النسكافيه 50، الكافي ميت 75، السكر البودر 100، ايه تاني، اللبن البودر 100، الكريمه اللباني 75 اهو. نقلب بقى كله في بعضه زي ما انتم شايفين كده اهو. دخلي بقى كله في بعضه يتجانس كده، وبعدين هنديله لفه في الكبه او في المطحنه بتاعه السكر بتاعتنا، هي لفه واحده، لفه واحده بس، هتشوفوا اللون هيتغير معاكي تماما. هنا بصوا بقى بعد ما قلبته كويس، بصوا خلي بالكم من اللون، خلي بالكم من اللون ومن القوام بتاعه كمان. القوام اللي هو البودر بتاعه كده شوفوه قبل وبعد. هنا هبدأ انا بحب طبعا اللي هو بتاع السكر اكتر مش بتاع التوابل، خلي بالكم عشان الريحه ما تلقطش. اللي هي المفرمه الكبه الصغيره بتاعه الخلاط العاديه اللي هي بتاعه السكر اللي بتطحن السكر اهو. هنديله لفه واحده بس يا جماعه، لفة واحدة بس فيه، ما نطولش عليه. وشوفوا بقى اللون وشوفوا القوام البودر بتاعه هيتغير خالص. بصوا بصوا اللون عمل ازاي، زي اللي بنجيبه من بره اللي هو الاكياس الكوفي ميكس بالظبط، نفس اللون نفس الشكل نفس الملمس بتاع البودر بتاعه. هنعمل المقدار كله بنفس الطريقة. جربوا يا جماعة الطريقة دي هتدعوا لي، خصوصا بقى الجماعة اللي ما بيعرفوش يصحوا الصبح اللي على كوباية النسكافيه او القهوة او الكافي ميكس او الحاجات دي، هيدعوا لي. انا بقول لكم هنا ضربة واحدة بس، هي لفة واحدة، لفة واحدة وبالراحة كده. هو مش محتاج، احنا بنديله لفة واحدة عشان كله يخش في بعضه. بصوا حتى اللون بيتغير، يعني هي حتى باينة اللون بتاعها اتغير خالص. هنا انا عملت الكمية كلها. بصوا بصوا هقرب لكم طبعا هنا بقى من الكاميرا البودر، وشوفوا لونه وشوفوا شكله، فرق السما من الارض بينه وبين قبل ما نضربه كده. واخد الشكل الطبيعي اللي احنا بنشتريه اللي هو الاصلي الكوفي ميكس الاصلي، بس فرق السما من الارض. ده اجمل واحلى واكتر، يعني اكتر في الطعم وفي الريحه وفي الغنى وفي كل حاجه بصراحه. هنا بقى انا ما اكذبش عليكم، انا ده المقادير المظبوطه للناس اللي بتحب الحاجه مظبوطه. انا بقى عشان بحب طعم القهوه قوي، فرحت حاطه ال10 جرام الاخيره اللي انا كنت شايلاهم ركناهم على جنب، طحنتهم ورحت ايه حطاهم عليهم وقلبت، عشان انا بحب كده، بحب طعم القهوه ومراره القهوه. فهنا بدل ال50 جرام نسكافيه حطيت ال60 كلهم. يعني طبعا الحاجات دي على حسب المزاج، يعني كل واحد ومزاجه. في ناس تحب الحاجات دي زي الشاي، في ناس تحبه تقيل وفي ناس تحبه خفيف. انا احب النسكافيه او الكوفي ميكس، احب طعم وريحه مراره القهوه، احس بمراره القهوه وانا بشرب. هنا بقى في البرطمان بصوا الجمال، وبصوا النعومه بتاعته، وبصوا اللون خطير خطير. شايفين اهو. انا لو عندي من اللي هو الكوفي ميكس اللي انا بجيبه اللي هو اللي بيتباع تبع نسلة ده، وحطيت لكم معلقه من ده ومعلقه من ده، مفيش فرق بينهم ولا الهوا. لكن انا بحب اللي بعمله اكتر، يعني انا ولادي نفسهم بيقولوا لي لا احنا بنحب اللي انت بتعمليه اكتر. بصراحه مزاج عالي قوي قوي قوي، وطعم كمان خطير في كل حاجه، طعم ريحة غنى، طعم القهوة ظاهر. يعني تحس ان ده بقى بيقولك ايه اكسترا، يعني ده الحاجة الاكسترا، حاجة زيادة. مش عايزة اقول لكم بقى البرطمان ده عزيز على قلبي ازاي. يلا نعمل مع بعض كوباية كده. بصوا بصوا القوام بتاعه، شايفين البودر بتاعه حلو ازاي، شايفين لونه كمان جميل ازاي، ما شاء الله عليه. هنا هناخد في الكوباية ال50 الصغيرة اللي بشرب فيها دي، بحط معلقة ونص، بحط معلقه ونص من الكافي ميكس بتاعي، وبصب عليه ميه عاديه، مش بصب لبن، احنا حاطين فيه كل حاجه، حاطين فيه كافي ميت، وحاطين فيه لبن بودر، وحاطين فيه كريمه لباني، حاطين فيه كل حاجه، احنا مدلعينه على الاخر اهو. بصوا كوبايه، اقصد معلقه ونص من الكافي ميكس بتاعنا اللي احنا عاملينه على ايدينا مع الميه. مع انت بقى انا دلوقتي بظبط بشوف طعم السكر عندي، انا بحب السكر هادي، يعني ما بحبش السكر زياده.
هنا أنا حطيت ربع معلقة سكر، كان مظبوط قوي 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 قوي. يعني انت لو ما حطيتيش، الجماعه اللي بيحبوا سكر خفيف هيبقى ممتاز بالنسبه لهم، لكن انا حطيت ربع معلقه سكر معاها، كان كده بالنسبه لي انا الطعم خرافي خرافي والله يا جماعه، صدقوني لو جربتوه هتدعوا لي، مش هتستغنوا عن البرطمان ده في مطبخك استحاله. واللي هيجي يشرب عندي كوفي ميكس هيقول لك انت جايباه منين، او قولوا لنا سر الصنعه، واوعوا تقولوا سر الصنعه. خشوا على اي قناه عملت النسكافيه، اذا لقيتوها عملتها بالطريقه بتاعت ام عمر اتحداكم. ده بقى انا بقالي سنين بعمله، وكل اللي يشرب عندي نسكافيه حاجتي، يعني انا بقول لكم الخلاصه من الحاجات المميزه قوي اللي انا بعملها هي النسكافيه الباودر. حتى ولادي وهم مسافرين لازم اعمل لهم برطمان زي كده ياخدوه معاهم. يعني ولادي يقولوا لي احنا لما بنشتري من بره ونشرب حاجه زي كده مش بنحس انه بيكيفنا، مش بنحس انه بالطعم والريحه اللي انت بتعمليه يا ماما، اللي انت بتعمليه حاجه تانية خالص. وانتوا لما تجربوا هتدعوا لي. بصوا بقى انا بشرب معاكم، بقول لكم مظبوط، ظابطه مش طبيعيه، خطير. معلقه ونص من الصغيره بتاعه الشاي على ربع معلقه سكر، ده المظبوط. بتحبي خفيف يبقى مش تحطي سكر خالص، بتحبي زياده انت بقى دي بترجع لك انت نسبه السكر. تقومي الصبح كده تعملي كوبايه من دي مع كحكايه مع بسكوتيه مع قرصه مع ساندوتش جبنه صغير كده بالخيار، بصي يجنن وتحفه. وهتدعي لي، صدقيني هتدعي لي. واللي يعمله اوعى ينسى يقول لي ايه رايه فيه. المقادير كلها هكتبها لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. شايفين البرطمان ده 400 جرام، 400 جرام يا جماعه البرطمان ده بالظبط، او زياده حاجه بسيطه يعني، بس هنقول 400 جرام. مكلفنا قد ايه؟ مش مكمل معانا ال 100 جنيه. هنا بقول لكم بقى على الحساسيه اللي عندي، ادعوا لي بس كده بالشفا. بصوا جسمي كله كده اللي هو النقط الحمراء دي، انا كده فقت. يعني انا كده، انا بوريكم بعد ما جسمي بدأ يفوق وطفى شويه. انا طول الحر وطول الصيف انا متعذبه، الحمد لله رب العالمين. سبحان الشافي المعافي، اللهم اشف كل مريض واشفينا يا رب العالمين. الحمد لله. وكل حبايبي اللي شافوا الوصفة وعجبتهم اوعوا تنسوا اللايك، عشان اللايك ده بيوصل الفيديو لكل الناس والكل يستفيد ان شاء الله. واللي لسه داخلين معانا واول مرة يشوفوا وصفات ام عمر واول مرة يشوفوا فيديو ليا، ان شاء الله يشرفونا باشتراك. واوعوا تنسوا اللايك برضو، وان شاء الله تنوروني وتكونوا من ضمن اسرتي ومن ضمن اصحابنا والقريبين مني باذن الله تعالى. شوفوا الجمال وشوفوا الطعامة بتاعته، شوفوا البودر وشوفوا اللون، ولا الطعم حاجة تانية خالص، بيوديك لعالم تاني خالص. وبألف هنا وشفا، وربنا يصلح ما بين ايدينا جميعا. احبكم في الله واستودعكم الله. بدأناها ببسم الله والصلاة على رسول الله، وننهيها ببسم الله والصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ألف سلامة حبايبي.